حاجات محدش هيقولك عليها في العمل الحر، وده الجزء الثالث. اتكلمنا المره اللي فاتت عن الفروقات ما بين موقع مستقل وموقع ابورك وازاي تشتغل عليهم. بس اللي ما اتكلمناش عليه هو ان المواقع دي مواقع انت اللي بتقدم فيها على الشغل. يعني العميل اوريدي بيبقى منزل المشروع بتاعه وعايز الطلبات بتاعته 1 2 3، وانت بتختار اللي انت تقدم او ما تقدمش. والنهارده هنتكلم عن الفرق ما بين خمسات وموقع فايفر. يعتبر الاثنين دولت اصلا تابعين لنفس الشركات. يعني خمسات تابع لشركه حاسوب اللي هي ماسكه شركه مستقل، وفايفر تابع لشركه ابورك. فبالتالي الفروقات ما بينهم هياها زي موقع مستقل وموقع ابورك بالظبط. بس الفروقات اللي واضحه قوي ما بينهم واللي محتاجين اللي احنا نتكلم فعلا عليها هي ان المواقع دي مواقع خدميه. يعني ايه؟ يعني انت اللي بتعمل الخدمه بتاعتك والناس هي اللي بتجيلك تشتري الخدمه دي منك. يعني ايه؟ يعني انت علشان تعرف تشتغل على المواقع دي لازم تسوق لنفسك الاول، ولازم تنشر نفسك، ولازم تتكلم عن شغلك وتعيد توجيه الناس للمشاريع بتاعتك او الخدمات بتاعتك اللي انت بتقدمها. وده بيتم عن طريق كذا حاجه، اللي انت بتنشر بقى الشغل بتاعك او الخدمات بتاعتك، او بتقدم محتوى فبتقول للناس خشوا على اللينك ده لو عايزين الخدمه دي، او بتبدا تبعتها للناس. المهم ان العميل يخش على الخدمه بتاعتك ويختارك ويتكلم معاك وتبداوا شغل مع بعض. تاني فرق محتاجين نتكلم عليه هو ان اسعار الخدمات على موقع مستقل بتبدا من 5، والماكسيمم بتاعها بيوصل ل $100. اما على فايفر فهي بتبدا برضو من $5 بس بتوصل لغايه 500 وساعات $1000 في بعض الاحيان. تالت نقطه وهي ان المنافسه فعلا شديده جدا على موقع فايفر. اما على موقع مستقل فهي الى حد ما متوسط. بس برضو اللي هيحدد النقطه دي هو التسويق بتاعك. فلو انت عايز تشتغل على موقع فايفر او على موقع خمسات، اهتم بالتسويق اول حاجه، لان ده اللي هيجيب لك الشغل وبالتالي اللي هيجيب لك الفلوس. متنساش تعمل لايك وفولو، واستنى الحلقات الجايه. سلام.